النهارده ان شاء الله هنتكلم عن زمن simple future tense، يعني زمن المستقبل البسيط، وده اسهل زمن ممكن تقابله. وهنستعين بالاستاذ انجزلي والاستاذ خطط لي علشان يقول لنا الفرق بين will و going to. واوعدك ان شاء الله على اخر الفيديو ده هتبقى معلم في الفرق بين will و going to. خليكم معانا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام من ايزي انجلش. اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله القواعد للمبتدئين، واللي هتلاقيها في قناه اليوتيوب في زر قوائم التشغيل مترتبه حلقه 1 2 3 4. وحفاظا على وقت حضراتكم خلينا نبدا الدرس. جاهزين؟ ليتس دو ات. اهلا بحضراتكم للمره الثانيه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن زمن simple future tense، يعني زمن المستقبل البسيط، وده من اسهل الازمنه اللي ممكن تتعلمها في الانجليزي، لانه ببساطه كده بيعبر عن اي حاجه هتحصل في المستقبل، والمستقبل ده اللي هو اي حاجه بعد دلوقتي. يعني مثلا بالعربي لو قلت لك سوف تمطر غدا، فانا استخدمت كلمه سوف علشان اعبر عن المستقبل. في اللغه الانجليزيه نفس الطريقه، هنستخدم سوف علشان نعبر عن المستقبل، ولكن خد بالك كلمه سوف دي ليها ترجمتين، اما will او going to. الله، ايه اللخبطه دي؟ ما تقلقش ان شاء الله على اخر الفيديو هتعرف تفرق بينهم بمنتهى السهوله. خلينا نتكلم الاول على will، وبعدين نتكلم على going to، وبعدين اقول لك ايه الفرق بينهم. طيب لو عايز اكون جمله في المستقبل بكونها ازاي؟ هنمشي حسب المعادله اللي انت شايفها قدامك على الشاشه دي. اول حاجه هنبدا بالضمير اللي هو I او we او they او you، وبعد منه كلمه will اللي معناها سوف، وبعد كده الفعل الأصلي. الفعل الأصلي يعني الفعل بدون أي إضافة، زي go، play، eat وهكذا. كويس جدا. طيب عايز أقول إنها سوف تمطر، هتبقى it will rain tomorrow. it will rain tomorrow. و it will ممكن تختصر ل it'll. it'll rain tomorrow. it'll rain tomorrow. والاختصارات دي ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل، ولكن في المستوى اللي جاي. يعني كل مستوى هندرس الفيوتشر سيمبل، ولكن كل مرة هنزود له جزء معين. ولكن في البداية خلينا بس نتعلم الأساسيات بتاعة الزمن. تمام؟ كويس جدا. فسوف تمطر غدا هي it will rain tomorrow. it'll rain tomorrow. طيب لو عايز بقى انفي الجملة دي، انفيها بمعنى اقول انها مش هتمطر غدا. كل فكرة ان انا هزود كلمة not بعد will، فwill تبقى will not، وممكن تختصر الى won't. it won't rain tomorrow. it won't rain tomorrow. it won't rain tomorrow. كويس جدا. طيب لما نيجي بقى نعمل سؤال باستخدام will بنعمله ازاي؟ كل الفكرة اننا بنعمل مقص، فبدل it will rain tomorrow it will تبقى will it. will it rain tomorrow. will it rain tomorrow. طيب لو عايز اجاوب بالايجاب يعني ستمطر بالفعل yes it will. ولو عايز اجاوب بالسلب يعني انها مش هتمطر no it will not. no it will not أو no it won't. كويس جدا. نيجي بقى نتكلم على going to اللي هي برضو معناها سوف، ولكن خلي بالك قبل going to في be اللي هي am أو is أو are. بمعنى لو هتقول I فبالتالي لازم تيجي معاها am، تبقى I am going to. لو هتقول he فبالتالي لازم يجي معاها is، فتبقى he is going to. he's going to. لو هتقول we فبالتالي لازم يجي معاها are، فتبقى we are going to أو we're going to. طيب ناخد بقى مثال. لو أنا عايز أقول أني سوف أشتري عربية جديدة، هقول I am going to buy a new car. I am going to buy a new car. طب لو هقول he، احنا قلنا he بتاخد is، تبقى he is going to buy a new car. طيب لو هقول we
تبقى we are going to buy a new car. بالمناسبة going to ممكن تختصر إلى gonna. بدل I am going to buy a new car I'm gonna buy a new car. تمام. ولكن زي ما قلنا من شوية إنه الاختصارات في المستوى اللي جاي إن شاء الله، ولكن دلوقتي مهتمين فقط إن احنا نعرف الأساسيات بتاعة الزمن، وهنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله في المستويات اللي جاية. تمام، كويس جدا. طيب هنا بقى في سؤال مهم، هي going to دي مش متضاف لها ing وقبلها am is are؟ طب ازاي اعرف افرق بين going to اللي هي معناها سوف و going to بتاعة المضارع المستمر اللي معناها ذاهب؟ سؤال مهم جدا، ولكن انا مش هقول الاجابة، انا هعرض لك جملتين وانت هتكتشف الاجابة بنفسك. لو انا قلت لك I am going to play tennis، والجملة التانية I am going to the Egyptian museum، يا ترى اي واحدة فيهم اللي بمعنى هل واي واحدة اللي بمعنى ذاهب؟ I am going to play دي بقى اللي معناها سوف. ليه بقى؟ لان انا بقول لك I am going to play يعني انا سوف العب، ما ينفعش نترجمها انا اذهب العب. يبقى going to اللي معناها سوف لازم يجي بعدها فعل، سوف العب، سوف انام، سوف اجري، وهكذا. لازم تقول لي سوف وبعدها فعل. I am going to play I am going to eat I am going to work، وهكذا. لكن going to اللي بمعنى ذاهب لازم يجي بعدها اسم مكان، يعني انت ذاهب اكيد انت هتروح مكان، فتقول لي مثلا I am going to the school I am going to the Egyptian museum I am going to the hospital. يبقى انا رايح مكان، لازم اقول انا ذاهب الى مكان. يعني انت هتبص على كلمة to، لو بعدها فعل فدي معناها سوف، لو بعدها اسم فبالتالي دي معناها ذاهب الى. تمام، كويس جدا. طيب نيجي بقى نتكلم لما نيجي نعمل جملة منفية باستخدام going to، نعملها بقى ازاي؟ كل الفكرة ان احنا هنزود not بعد am او is او are. يعني I am going to buy a new car تبقى I am not going to buy a new car، واختصارا I'm not gonna buy a new car. كويس جدا. طب لو هي نفس الفكرة he is not going to buy a new car. طيب كويس جدا. طيب لما نيجي بقى نعمل سؤال ب going to نعمله بقى ازاي؟ برضو نفس الفكرة، هنعمل مقص. لو قلت لك إجابة he is going to buy a new car، لو عايزين نسأل عن الإجابة دي بدل he is تبقى is he مقص. is he going to buy a new car is he going to buy a new car. لو هجاوب بالإيجاب yes he is، لو هجاوب بالنفي no he isn't. ونفس الفكرة مع كل الضمائر، لما نيجي نسأل بنعمل مقص. تمام، كويس جدا. طيب تعالوا بقى نعرف الفرق بين will و going to، والنقطة دي ناس كتير جدا بتتلخبط فيها. ركز معايا بس في الحتة دي، ووعدك ان شاء الله انها هتبقى بالنسبة لك تافهة جدا. في الحقيقة انا مش هقول الفرق، ولكن هستعين بالاستاذ انجزلي اللي هو بيعبر عن will، والاستاذ خطط لي اللي هو بيعبر عن going to عشان يقول لنا الفرق. احنا عندنا شخصيتين، الشخصية الاولى هو الاستاذ انجزلي اللي هو will. الاستاذ انجزلي ده دايما متسرع ومش بيفكر في الكلام، وبياخد القرار في ثانية، يعني بياخد القرار اثناء الكلام، يعني دايما القرار بتاعه لحظي، بياخد القرار في ثانية. ونفرض مثلا ان احنا قاعدين في مكان وحد ضرب جرس الباب، فتلاقي الاستاذ انجزلي اول واحد يقول yeah I will open the door I'll open the door I'll get it. سيبوني يا جماعة انا افتح الباب. يبقى هو خد قرار لحظي في ثانية، مجرد ما الراجل ضرب جرس الباب في ثانية هو اللي قال I'll open the door I'll get it، يعني انا اللي هعمل كده. كويس جدا. كمان لو حد قال يا جماعة مين يجيب لنا الاكل، تلاقي الاستاذ انجزلي ده اول واحد يقول I will do it I'll do it. انا يا جماعة اللي هجيب الاكل، انا اللي هعملها. I'll do it. يبقى هو اخد قرار لحظي في ثانية، قرر ان هو يجيب الاكل. طيب جبنا الاكل واكلنا وكل حاجة تمام، تلاقي برضو الاستاذ انجزلي فجأة كده قال I will make some tea
I'll make some tea. يا سلام، عظيم جدا الأستاذ إنجزلي ده بعد الشاي تلاقي الأستاذ إنجزلي قال I will bring some cakes. الشخص ده على فكرة عظيم جدا، لازم تحافظ عليه. والخلاصة إنه الأستاذ إنجزلي اللي هو well دايما بياخد قرار سريع، قرار أثناء الكلام، قرار لحظي. أما بقى لو رحنا للشخص التاني اللي هو الأستاذ خطاطلي، هنلاقي إنه الأستاذ خطاطلي ده مفيش حاجة بتمشي عشوائي، مفيش حاجة بيسيبها للصدفة، دايما بيعمل خطة لأي حاجة. يعني مثلا لو عايز يشتري عربية تلاقيه بيحوش كل شهر مبلغ لحد ما يجمع المبلغ المطلوب، وبعدين تلاقيه قالك I am going to buy a new car. مش فجأة كده طلعت في دماغه يجيب عربية فجاب عربية، لا، الموضوع محتاج تخطيط. يجمع الفلوس الأول وبعدين يشوف نوع العربية اللي هو عايزها وبعدين يروح المكان اللي هيشتريها منه وهكذا. طيب بعد ما اشترى العربية تلاقي الأستاذ خطاطلي يقولك I am going to drive to Alexandria next Saturday. I am going to drive to Alexandria next Saturday. يعني هو عمل خطة ان هو يسوق العربية ويروح بيها اسكندرية، وبالتالي الموضوع ده مش قرار لحظي، مش في سنة كده جت في دماغه ان هو يروح اسكندرية فقرر يروح اسكندرية في اللحظة، ولكن الموضوع ده محتاج تخطيط، محتاج ان هو يحجز في الفندق اللي هو هينزل فيه، وبعدين محتاج ان هو يفول العربية وهكذا. فبالتالي لازم يعمل خطة، اكيد مش اسمه خطط لي. طيب الخلاصة بقى من الكلام ان الاستاذ انجزلي ده بياخد القرار اثناء الكلام، اما بقى الاستاذ خطاطلي فده بياخد القرار قبل الكلام، يعني في خطة قبل القرار، وده هو going to. ده كان الفرق الاولاني والاساسي بين will و going to. نيجي بقى نتكلم على الفرق التاني. الفرق التاني انه بنستخدم will لما نتكلم على حاجة هتحصل ولكن بناء على اعتقادنا الشخصي. يعني انا بعتقد انه ده هيحصل، ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، ومفيش اي دليل انه الكلام ده هيحصل. على سبيل المثال اقول I think he will pass the exam. اعتقد ان هو هيعدي من الامتحان. طب هل انا متأكد؟ لا طبعا مش متأكد. ولكن going to بنستخدمها لما نتكلم على حاجة هتحصل ولكن بناء على دليل مادي وليس اعتقاد شخصي، والدليل ده واضح. يعني مثلا لو انا بصيت للسماء ولقيت فيها غيوم والغيوم دي لونها اسود، فبالتالي ده دليل مادي انه السماء هتمطر وليس اعتقاد شخصي، فبالتالي ممكن اقول look at these black clouds it's going to rain. طيب انت متأكد؟ متأكد. طب ليه متأكد؟ لانه في دليل، في clouds. تمام. عايز اقول لكم بقى في الخلاصة انه الكلام ده موجود في الكتب، بمعنى لو انت بقى بتدرس في ثانوية عامة او انت داخل امتحان IELTS، فبالتالي لازم تلتزم بالفرق اللي احنا قلناه ده. ولكن في الحياة العامة او لما تتكلم مع اصحابك او لما تكون في موقف مش رسمي ممكن تستخدم will بدل going to و going to بدل will، ومفيش اي مشكلة وتبقى مفهوم وبتتكلم صح وكل حاجة. تمام. وبكده نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة. اتمنى اكون ساعدتكم لو بجزء بسيط انكم تحسنوا الانجليش بتاعكم. We thank you for watching guys. I'll see you next video.